السلام عليكم أستاذ، بغيت ندير خلط السلالات وبغيتك تنصحني العمر اللي خصني نجيبو فيه. يعني أنا بغيت ديال يكون عندي البيض، يكون عندي الإنتاج ديال البيض. وشحال العمر اللي بغيت؟ يعني العمر اللي خصني يكون 21 يوم أو 4 شهور. يعني العمر اللي غادي خصني هو متوفر عندي الكوري. يعني الكوري عندي يهز مفرد تقريبا شي 1400. يعني الكوري كبير ومجهز تقريبا بكل شيء، غادي يكون ان شاء الله مجهز بكل شيء. بغيت نعرف شحال يعني العمر اللي خصني نجيبو فيه، واش 21 يوم او 4 شهور، وواش مزي عنده المردودية ديال البيض مزيانة ولا لا. السلام عليكم سي عماد. فبالنسبه هنا الكوري قلت لك كيهز 1400، فبطبيعه الحال كيف ما جرت العاده ما كنصحش تبدا، ولو انك يكون عندك الكابيتال باش حتى 5000. دونك ضروري تبدا بواحد العدد صغير، تبدا ب 200 300 فهي كافيه في الاول تكتسب تجربه. هنا قلتي الكوري مجهز، عندك ماتيريال مزيان. المسرح دير به الشبكه ولا لا؟ خاصك المسرح ضروري يكون دار به الشبكه، وتكون تحاول تزرع لهم شي حاجه ولو شويه ديال الزرع ولا شويه ديال الصاء في المسرح. فاذا كنتي ما عندكش مشكل ممكن تبدا مثلا بالكتكوت في عمره 21 يوم وتسنى 5 شهور عاد تبدا الانتاج. او لا ممكن تاخذ العتوقه في عمر ديالها 4 شهور 4 شهور ونصف كما بارطاجيت معكم البارح. ممكن تاخذها سواء ديال في يومي او خليط السلالات، ومن الاحسن خليط السلالات لان ديجا درنا واحد المقارنه اذا كنتي شفتيها ما بين خليط السلالات وما بين فيومي. فالنقاط الايجابيه اللي عند فيومي فهو المناعه ديالو قويه وكيصبر وما الى ذلك مزيان، ولكن الانتاجيه ديالو في الشهور الاولانيه كيكون البيض صغير وكنلقاو اكراهات ومشاكل على الجانب التسويقي. اما خليط السلالات فكيعطينا واحد الكاليبر اللي مزيان والانتاجيه ديالو مزيانه ومقبول عليه الطلب. دونك هنا تيبقى لك الاختيار، وانا افضل نمشي في الكوتي ديال خليط السلالات. والنقطه الثانيه كتبقى ليك انت اللي تحددها، واش تبدا تاخذ كتكوت في عمره 21 يوم وتصبر 5 شهور، او تاخذ في عتوقه في عمرها 4 شهور ونصف وتبدا واحد الشهر وتبدا الانتاجيه ديالك ديال البيض. دونك القرار تيبقى ليك انت وعلى حسب راس المال ديالك والهدف ديالك بطبيعه الحال.